في تجربة اتعملت في أحد السجون على بعض الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. التجربة دي بقى ملخصها إن إدارة السجن جابت كام واحد من اللي محكوم عليهم بالإعدام وقالت لهم انتوا كده كده هتموتوا على الكرسي الكهربائي. بس حوار الموت بالكهرباء ده حوار صعب ومؤلم، وبعدين احنا بنخفف أحمال دلوقتي، يعني مش معقول الناس بره مش لاقية كهرباء تشغل بيها المراوح واحنا هنخلص عليكم الكهرباء في عمليات إعدام حضراتكم يعني. الله العظيم. قام السادة المجرمين قالوا لإدارة السجن والله اللي تشوفوه يعني احنا من ايديكوا دي لايديكوا دي، وبعدين يعني انتوا لو حابين تروحونا وتلغوا موضوع الاعدام ده خالص يعني ماشي. فإدارة السجن قالت لهم لا مش الدرجات دي، يعني احنا بس هنعدمكم بطريقة اسهل واحن، هنركب لكل واحد فيكم انبوبة في الشريان بتاعه وهنسيبها تصفي دمكم في جرد الكبير نص ساعة بالظبط ودمكم يتصفى وتموتوا. الناس قالت ماشي، يعني هي كلها موتة يعني. وبدأت الجهة العلمية المختصة لإجراء التجربة بالتنسيق مع إدارة السجن غموا وش المحكوم عليهم بالإعدام وركبوا لهم أنابيب وهمية كده وفتحوا المية علشان تنقط في جراد جنب كل واحد فيهم، يعني بالبلدي كده صنعوا إيحاء وهمي كامل إن دمهم بيتصفى فعلا. وبعد أقل من ساعة كان كل المساجين دول ماتوا بالفعل، وبعد الكشف الطبي عليهم تبين إن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية. حتى الأعراض الخارجية ليهم هي نفس الأعراض اللي كانت هتظهر عليهم لو كان دمهم اتصفى بالفعل. والتجربة دي بتثبت لنا شيء مهم جدا، وهو إن الحالة النفسية لأي شخص قادرة على التحكم في حالته الصحية، وده بيحصل عند واحدة من المتلازمات النفسية الغير مشهورة قوي ولكنها موجودة بالفعل، وهو مرض الاضطراب الافتعالي. كل شركة في الدنيا فيها 1 أو 2 على الأقل رايحين جايين على المستشفيات والعيادات الطبية ومقضيينها أجازات مرضية. الشخص ده وإن كان مخادع فهو مش زي مريض الاضطراب الافتعالي. مريض الاضطراب الافتعالي بيدعي إن عنده مرض معين وليكن الضغط مثلا، وبيقدر يمثل أعراض المرض ده كويس جدا لدرجة إنك مش هتعرف تفرق بينه وبين مريض الضغط الحقيقي. هو عارف إنه مدعي وإنه مش مريض ضغط أصلا، لكن مصمم يخدع كل اللي حواليه ويوهمهم إن عنده المرض ده فعلا. الشيء الغريب إنه بيعمل كده بلا طائل، يعني هو مش مستني يحصل على حاجة من ورا مرضه ده، ولا يلم تبرعات مثلا على حسه، ولا ياخد أجازة مرضية، يعني هو بيعمل كده وخلاص. كل اللي الشخص ده بيستهدفه هو الحصول على التعاطف وبس. والأغرب في بعض الأحيان مش بس مريض الاضطراب الافتعالي بيقدر ينجح في إن هو يقنع الناس اللي حواليه بمرضه المزيف، لا، وبيقدر يقنع نفسه شخصيا بالمرض ده، زي اللي بيكذب الكذبة ويصدقها، وفي الحالة دي بتظهر عليه أعراض المرض ده فعلا، لأن الجسم بيقتنع باللي العقل مقتنع بيه. الموضوع بيتطور مع بعض الأشخاص لمراحل خطيرة، زي إن هما بيصمموا يروحوا لدكاترة ويقضوا وقت طويل في المستشفيات، ممكن يتمادوا وياخدوا أدوية بتعالج الأمراض اللي بيدعوا الإصابة بيها، والأدهى من كده إن هما بيصمموا يعملوا عمليات جراحية فيها خطورة على حياتهم أصلا. وفي ناس منهم بيصيبوا نفسهم بإصابات علشان يكملوا الادعاء بتاعهم، في منهم اللي بيكسر لنفسه دراع أو رجل، ومنهم اللي بيسبب لنفسه جرح أو نزيف متعمد. الفكرة إن الشخص المصاب بالاضطراب ده هو مدرك تماما إنه بيكذب، ومدرك تماما إنه بيأذي نفسه، وبيعرض حياته كمان للخطر زي المدمنين بالظبط، ما بيقدرش يوقف اللي بيعمله. لحد دلوقتي الطب النفسي ما قدرش يتوصل لأسباب قاطعة نقدر نتهمها إن هي ورا إصابة حد بالاضطراب الافتعالي، لكن في شوية عوامل خبراء علم النفس والطب النفسي اجتمعوا إن هي لو اتوفرت في الشخص ده هيبقى مريض اضطراب افتعالي، زي الصدمات اللي في مرحلة الطفولة اللي بتشمل الاعتداء الجنسي أو الجسدي، أو فقدان حد من الأهل بالموت أو الانفصال. في الغالب بيكون الشخص ده عنده تجربة مرضية في طفولته، حس فيها بحنان واهتمام من اللي حواليه، فبقى الشعور بالاهتمام ده مرتبط عنده ذهنيا بالمرض، وبقى المرض وسيلة للحصول على الاهتمام. طبعا أنا مش محتاجة أقول إن الشخص ده لازم يتلقى العلاج في أسرع وقت ممكن. خلاص يا مخرج ولا إيه؟ أنا زهقت.